طب يلا بينا نشتغل. اذكر انواع الشدة المعدنية، انواع السقالات الهيكلية ذات الاطار. تمام. فريم سكافولدرز تتكون من الصلب وهي بسيطة في تركيبها. ادوات السقالات الهيكلية اللي هي بتاعت الاطارية تتكون من الصلب، تمام، وهي بسيطة في تركيبها ويتم تركيبها بسرعة، شرط ان يكون السطح الذي يتم تركيبه عليها مستوي. كذلك حالة عدم وجود عوائق في مكان العمل. نديك رسمة. تمام. عندي السقالات الأنبوبية تيوب اند كلامب تستخدم للأعمال الصعبة الماسورة والكليبس التي لا يمكن استخدام السقالة الهيكلية بما نظري وجود عوائق وصعوبة للوصول إليها. السبب أهو، السبب قلتهولك. تمام. كما تحتاج لوقت أكتر لتركيبها ويتم استخدامها بكثرة في الأعمال الصناعية. كلمني انت تالت حاجة النموذجية. يتميز هذا النوع عن السقالات بسهولة تركيبها وعدم الحاجة لأشخاص متخصصين لتركيبها، حيث الأماكن التركيب بتاعتها ثابتة. النموذجية دي اللي هي الحديثة دي ماسورة وكليبس. عندك بقى السقالات المتحركة. يستخدم هذا النوع من السقالات في عمليات الطلاء والتركيبات الكهربية والصيانة وأجهزة التكييف والتدفئة. والسقالات المتحركة عجلات في قاعدتها، قلنا الكلمة دي مهمة جدا، واللي هي وسائل تأمين تثبيتها ومنع حركاتها أثناء العمل، خاصة بالعجلات. السقالات المتعلقة. معامل الأمان لهذا النوع من السقالات هو 4:1. معامل الأمان للوايرات الربط والتعلق هو 6:1. يتم تقصير طول الجزء المعلق من قضيب التثبيت وإطالة الجزء المثبت على سقف المبنى، وذلك لتقليل الأوزان التي تم اتزان السقالة بها. كونتر ويت. يتم ربط العاملين بهذا النوع من السقالة بواسطة حزام باراشوت، يتم الربط في مكان خارج السقالة. عندنا النوع الأخير السقالات المتعلقة. كلمة suspended معناها موقوف عن العمل. تمام كده. تستخدم لتنظيف الواجهات الزجاجية. يجب أن تتحمل حبل الرابط 6 أمثال الحمولة القصوى للسقالة بما فيها وزن السقالة. يتم ربط العاملين عليها بواسطة حبل باراشوت، ويربط الحبل في حامل السقالة في سطح المبنى. قلنا احنا بستخدم السقالات المعلقة لتنظيف الواجهات الزجاجية زي اللي موجودة في الفنادق والعماير والمستشفيات وغيرها كتير. فقال لي هنا حبال الربط اللي بتنزل من فوق قال لي بتتحمل. بص، يجب ان تتحمل وبتتحمل بما فيها وزن السقالة. دي مهمة جدا على فكرة. تعال ناخده مثال. السقالة اللي عندي بالناس اللي عليها لو وزنهم 1000 كيلو اللي هي طن، لازم الحبل اللي هستخدمه يشيل 6 طن.